مصر يا تركي جمال عبد الناصر اللي هزم العالم بكلمة. مصر يا تركي هي أنور السادات اللي عبر ورفع الراية فوق سينا. مصر يا تركي هي الشيخ الشعراوي اللي علم الأمة تفسير القرآن، وهي الدكتور مجدي يعقوب اللي أنقذ قلوب الملايين. مصر يا تركي هي أحمد زويل اللي رفع رايتنا لحد نوبل. مصر يا تركي هي أم كلثوم اللي غنت فخلت العالم كله يسكت ويسمعها. مصر يا تركي هي عبد الحليم حافظ اللي غنى للوطن والكرامة. مصر يا تركي هي عادل إمام اللي ضحكنا وفكرنا في نفس اللحظة. مصر يا تركي هي إسماعيل ياسين اللي خفف وجع الناس في أصعب الأوقات. مصر يا تركي هي نجيب محفوظ اللي كتب اسمها في سجل الأدب العلمي، وهي محمد صلاح اللي خلى العالم كله يهتف باسمها في الملاعب. وكل دول يا تركي مجرد لمحة من العصر الحديث، قبل ما يكون في حاجة اسمها تركي آل الشيخ أصلا، قبل ما تقوم دولة وتتبنى مدن. كانت مصر من زمان منارة علم ونور وإيمان، وأي حد يحب يحكي عن حضارتها محتاج سنين وسنين، مش حلقة على اليوتيوب مدتها قليلة. مصر يا تركي هي الأرض اللي كل حجارة فيها بتحكي قصة مجد، وكل إنسان فيها شاهد حي على معنى الكرامة والعزة. مصر يا تركي مش بلد، مصر حضارة العالم وأصل العروبة. مصر بتشرف كل العرب لما يتذكر اسمها. فاتك كتير لو ما فهمتش المعنى ده، لأن اللي يعرف قيمة مصر هو بس اللي يعرف يعني ايه العظمة الحقيقية لمصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس بتنشغل منها والناس اللي بتقول الناس بتتكلم على السوشيال